تفتكر ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي إنسان؟ يتطرد من بيته، مراته تسيبه، يكون معاه طفل صغير مسؤول منه ولا عارف ان هو يأكله او حتى لاقي مكان يبات فيه. كل ده حصل لواحد اسمه كريس جاردنر. ايوه، هو نفس الراجل اللي اتعمل عنه قصة فيلم ذا بورسوت اوف هابينس واللي لعب بطولته ويل سميث، بس القصة الأصلية كانت أصعب بكتير من الفيلم. كريس جاردنر الراجل اللي كان في قاع الدنيا بقى في قمة النجاح. كريس كان بياع بسيط جدا، وكان بيحاول ان هو يبيع جهاز طبي، بس للأسف محدش كان مهتم بيه او عايزه اصلا. ويوم ورا يوم فلوس كريس خلصت، ومراته سابته واتطرد من بيته، وبقى هو وابنه الصغير لوحدهم في الشارع. كل الناس اتخلوا عنه وسابوه، بس الحاجة الوحيدة اللي فضلت معاه هو إصراره إن هو ينجح. كريس شاف إعلان عن تدريب في شركة استثمار من غير مرتب، ورغم كده قرر إن هو يقدم في الشركة، وفعلا اتقبل في التدريب. تخيل بقى معايا كريس شغال طول اليوم من غير فلوس، وبالليل بيدور على مكان يبات فيه هو وابنه الصغير. لكن في الآخر تعبه جاب نتيجة، والشركة اختارته من وسط المتدربين ان هو يبدأ شغل حقيقي، وده اللي خلاه بعد كده يأسس شركته الخاصة وبقى مليونير. النهاردة كريس بيحكي قصته للعالم كله، وبيقول لكل واحد محبط: لو انا قدرت ان انا ابدأ من الشارع، اكيد انت تقدر تبدأ من اي مكان. اسمعني كويس، كل خطوة لقدام انت بتعملها حتى ولو كانت بسيطة اكيد بتقربك من حلمك. المهم ما تقفش مكانك.